ما شاء الله على الشام البلدي. شايفين تبارك الرحمن عليها. حبينا النهارده نعمل لكم فيديو على الشامي. ما شاء الله عليها يعني تبارك الرحمن. طبعا المرعاية حلوة، يعني لما تراعيها زي ابنك الصغير هي يعتبر، لما تراعيها كويسة. بص على النبي عليه، ما شاء الله عليها. ما تنسوش تحطوا لنا لايك وتشتركونا في القناة، تفعيل الجرس يوصلكم كل جديد من يوميات محمد المفلحي. ما شاء الله عليها تبارك الرحمن. طبعا الشامي هي لازم اول شي يعني الروي مظبوط، لا تعطشها. تمام، خليكم معايا في الفيديو، لا تعطشوها ولا ايه يعني. روي منتظم، تمام، يكون الروي بتاعها منتظم. يعني كل داي ارض في الجبل دي كل 5 ايام ترويها، تمام. ولما تطلع الدودة، فيها دودة طبعا، ترشها زي دي، زي كده. دي اصابة دي، كده كده ان شاء الله بكرة نرشوها. ما شاء الله، صلى على النبي. اللي يشوف الفيديو ده طبعا ما ينساش الصلاة على النبي. الناس هنا تعبانة عشان تزرع محصول كويس يعني. ننظف الحشيش بنظفوه، نجيب الأنفار ننظف الحشائش. ننظف الحشائش أهم حاجة. متنسوش تشتركونا في القناة وتفعلوا لنا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من يوميات محمد المفلحي. هذه الإصابة، دي إصابة دي. طبعا ايه بوريكم ايه اسم المبيد اللي اكتبه لكم في الوصف، عشان ايه اللي عنده شامي او ذرة اي حبوب يعني مثلا زي كده عشان الدودة. انظف حاجة كتبها لكم في الوصف. وده جرن التبن حاطينه ايه من رخص التبن، ما فيش تبن. التبن السنة دي بالتراب، حاطينه في الارض زي ما هو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم محمد المفلحي من يوميات مزارع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى متابعين في العالم العربي.